استاذ احمد، احنا كل يوم بنصحى على نزيف حوادث القطار. كل يوم حد بيموت، كل يوم من شبابنا واخواتنا حد بيموت. امتى هنوقف نزيف الدولة؟ لما بدأوا يهدوا فيها انا اتعمل سكن لكل ابناء مدينه المحله. الحته هناك بقت عامله شبه التراب دلوقتي سكن الناس. ما تبقى شوف يا عم محمد، بس يا راجل انا كنت بعمل طلبات احاطه علشان استعجال الرصف في المحله، فبلاقي نواب بيتكلموا عن ده افضل خطه رصف المحطه اللي زي ما قلت في اخر مؤتمر ليا طورناه غصب عن الكل، حقيقي غصب عن الكل. وانا بشكر شركه دماس لان هي اللي تكفلت كبير من المحلويه يقدرون جيدا ما فعلته من اجل هذه المدينه ومن اجل هذا الشهر. استاذ احمد، اخر سؤال في حلقتنا، جاهز معانا؟ استاذ احمد، في رساله جايه لك مخصوص. الرساله ديت احنا طبقنا الورق. شوف حضرتك عايز تجاوب عليها من حقك، مش عاوز، دي برضه حريه شخصيه.